بيبدأ الفيلم في المحيط مع القرش جوليوس وهو بيقرب من سمكة علشان ياكلها، والسمكة دي بتهرب منه وبيفضل يجري وراها، والسمكة بتحاول تهرب منه لحد ما بيسيبها جوليوس وبيمشي جنبها. وبنعرف إن السمكة دي يبقى بوب صديق جوليوس المقرب، وهما كانوا بيلعبوا مع بعض وبيعملوا مسابقة عشان يشوفوا مين فيهم الأسرع. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا عشان يطمنوا على البيض بتاع بوب اللي محطوط في العش بتاعه، وبوب بيتأكد إن كل حاجة في مكانها. بعدها بيسيبوا جوليوس وبيمشي. وساعتها بيتفاجئ بوب إن في اتنين بني آدمين شباب جايين عشان يسرقوا البيت بتاع بوب، وبيكونوا معاهم أسلحة وشوال عشان يسرقوا كل البيض اللي يجي قدامهم. وبوب بيفضل يقاوم وبيحاول إنه يبعدهم عن البيض بتاعه لكن مفيش فايدة. فبيفضل ينادي على جوليوس عشان يجي يساعده، لكن للأسف جوليوس بيكون مش سامعه لحد لما بيقدر الولدين دول إنهم يسرقوا البيض. وبوب بيفضل ينادي على جوليوس لحد ما أخيرا بيسمعه وبيروح بسرعة عشان يساعده. ولما بيوصل بيكونوا خلاص مشيوا، وبوب بيكون مصاب وحزين جدا انه ما قدرش يحمي ولاده. وبيقول لجوليوس انه افتكر انه هيقدر يحميهم المره دي ومش هيحصل زي المره اللي فاتت. فبيفضل جوليوس يهون عليه ويقول له ما يقلقش وكل حاجه هتكون كويسه. وبياخده وبيروح على البيت بتاعه، بيكون فيه 3 أسماك مساعدين لجوليوس وبيخافوا منه جدا. وبيفضل جوليوس يتكلم مع بوب ويحاول انه يخليه يفك شويه ويسأله تاكل ايه، وبيعرض عليه كذا سمكة من اللي عند جوليوس في البيت وجاهزين على الأكل. لكن بوب بيرفض ياكل حاجة وبيكون ملوش نفس وبيسيبهم ويمشي. بعدها بيروح بوب وبيقابل أوكتو الأخطبوط، وبيكون أوكتو بيتجسس على غواصة بنت مشغلة فيديو عن الصواريخ. وبيعجب قوي أوكتو بالفكرة وبيكون عايز ينفذها، وده لأن أوكتو أصلا مخترع، ولما البنت بتشوفهم بتصرخ وهم كمان بيصرخوا وبيطلعوا يجروا. وفي الوقت ده بنشوف في أعماق المحيط إن في أسماك مظلمة بتستعد عشان تتحرك بعد ما بدأت تتغذى على مخلفات المصانع اللي بتنزل عليهم. والقائد بتاعهم بيقول لهم يستعدوا عشان يخلوا المحيط كله ظلام زي اللي هم عايشين فيه. بعد كده بنشوف بوب وأوكتو لما بيروحوا المقر بتاع أوكتو وبيتفرجوا على الاختراعات الجديدة اللي أوكتو شغال عليها. وبيركبوا واحدة من مراكب أوكتو وبيتحركوا بيها وبيفضلوا يصرخوا وبيقعوا في الرملة بعد كده. لكن بوب بيقول إن الموضوع ممتع جدا وإنه حس إنه مبسوط. والناحية التانية بنشوف جوليوس وهو لسه صاحي من النوم، وال3 سمكات اللي بيساعدوه بيكونوا خايفين لأنه لو جاع وملقاش أكل مناسب ليه ممكن ياكلهم. عشان كده بيكونوا مجهزين كل الأنواع اللي بيحبها. لكنهم بيقولوا لبعض إنه خلاص زهق من الأصناف التقليدية اللي بياكلها كل مرة، ولو ملقاش حاجة جديدة هياكلنا احنا. وساعتها بيظهر سمكة اسمه سبين وبيرمي منيو بتاع مطعم ل3 سمكات عشان يعرضوه على جوليوس. وبيتفرج جوليوس على المنيو ده وبيكون من ضمن الاكل فيه فراخ، وهو كسمكة قرش عمره ما شاف الفراخ دي قبل كده وبيسأل يا ترى طعمها حلو ولا مش حلو. لحد لما بتظهر ميرتل السلحفة اللي عمرها كبير جدا وبتتكلم مع جوليوس وبتقوله انها اكلت من الفراخ دي قبل كده وهي امتع حاجة ممكن تاكلها في حياتك، وطعمها مش هتلاقي زيه مهما دورت. فبيحس جوليوس انه متحمس وبيسألها ممكن يلاقي الفراخ دي فين. فبتاخده ميرتل وبيروحوا على سطح المية وبيقربوا من جزيرة بيكون عليها فراخ. وجوليوس بيحس انه مش قادر يمسك نفسه متحمس بيجري بسرعة وبينط على الجزيرة عشان ياكل الفرخة، لكنها بتقدر تهرب منه في آخر لحظة. وساعتها بيكون في كابوريا على الشجرة بتقطع ثمرة جوز هند وبتحدفها على جوليوس. وباقي الفراخ بيفضلوا يهجموا على جوليوس لحد لما بيتراجع وبينزل المية مرة تانية وهو زعلان. فبيتكلم سبين مع ميرتل وبيقول لها ان وجود جوليوس في وسطهم خطر عليهم كلهم، لانه في النهايه سمكه قرش وممكن ياكلهم كلهم. لكن ميرتل بتدافع عن جوليوس وبتقول لسبين ان جوليوس صديقهم ومستحيل يعمل كده. بعدها بنشوف سبين وهو رايح لسمك الظلام وبيقول لهم ان اللي حصل المره اللي فاتت ده كان غلطته هو ومش هيتكرر تاني، وبيوعدهم انه هيبعد جوليوس عنهم عشان يعرفوا ينفذوا خطتهم. بعدها بنشوف جوليوس وهو بيلعب مع سمكة تانية وبيجري وراها، وفجأة بيجي في بقه خطاف بتاع صيادين. والخطاف ده بيفضل يسحب فيه لحد لما بيطلع على سطح المية، وبيكون في مركب كبيرة وعليها عدد كبير من الصيادين وبيقربوا كلهم من جوليوس عشان يخلصوا عليه. لكن لحسن حظه ان في عاصفة وبرق ورعد والموج كان عالي، وده خلى المركب تبقى مش متزنة وتوقع جوليوس في المية تاني. ومن بعدها وبيحس جوليوس انه حزين على طول وانه كان ممكن يموت دلوقتي في لحظة واحدة. والناحية التانية بنشوف ان سبين راح يتكلم مع بوب وبيقول له انه عرف مكان البيض بتاعه فين. وبوب بيكون فرحان مش مصدق، لكن سبين بياخده هو وميرتل وبيطلعوا على سطح المية وبيبصوا على البيت اللي فيه الولدين اللي كانوا في المية وسرقوا البيض بتاع بوب. وميرتل بتفضل تحذر في بوب وتقول له ان الموضوع مش سهل زي ما هو متخيل، وان الموضوع محتاج ترتيب وتخطيط كويس.
لكن بوب بيسيبهم وبينزل بسرعة على أوكتو وبيقول له إنه محتاج مساعدته عشان ينقذ ولاده. لكن أوكتو بيرفض وبيقول له إنه الموضوع خطر عليه وهو مش عايز يتعرض للخطر الصراحة. وبوب بيفضل يقول له إن دي عيلتي وأنا عايز أنقذهم. لكن أوكتو بيقول له إن أنت كمان عيلتي وأنا مش عايز أخسرك، عشان كده مش هعرضك للخطر ده. وبتدخل ميرتل وبتقول إن ده كله خطأ سبين، لأن هو اللي قال لبوب على مكان البيض وفي النهاية هو مش متأكد 100%. وبعد ما بيخرج بوب بيتفاجئ ان سبين بيشده وبيقول له انهم لو مش عايزين يساعدوك فانا هساعدك انك تروح لوحدك. وفعلا بياخده وبيخليه يروح لوحده وبيفضل يشجعه انه ما يستناش حد. بعدها بيدخل جوليوس على ميرتل واوكتو وبيسالهم عن مكان بوب، وبيعرف منهم ان بوب في خطر لانه قرر يطلع للسطح ويحاول انه يرجع البيض اللي اتسرق منه. فبيخرج جوليوس وبيروح يهدد سبين وبيعرف منه المكان اللي بوب راحه. فبيرجع جوليوس لاوكتو واوكتو بيقول له ان التنفس على السطح مش سهل لكل السمك، وان اللي بيقدروا يتنفسوا على السطح عددهم قليل جدا. عشان كده بيفرج جوليوس على الاختراع بتاعه اللي هو انسان آلي وصاروخ في نفس الوقت، وبيعرفه ان الاختراع ده هو اللي هيساعده انه يرجع بوب. وفي الوقت ده بيكون بوب لسه خارج من المية وعمال يحاول على الرمل عشان يوصل للبيت اللي فيه البيض، وفعلا بيوصل بصعوبة وبيدخل جوه وبيكون الولدين لسه خارجين دلوقتي، وبكده بيكون البيت فاضي. فبيدخل بوب وبيوصل للصناديق اللي فيها البيض وبيكون فرحان جدا انهم لسه عايشين وانه شافهم مرة تانية، لكنه بيكون مش عارف يحركهم من هنا ازاي ولا يعمل ايه، لحد لما بيسمع صوت الولدين انهم رجعوا وبيسمع صوت ان القائد بتاعهم رجع معاهم. فبيرمي بوب نفسه في المية وسط البيض عشان محدش ياخد باله منه. والناحية التانية بيكون جوليوس لسه راكب الإنسان الآلي بتاعه أوكتو وبيدخل معاه التلات سمكات المساعدين بتوعه. وأوكتو بيبدأ يعد لحد 10، بعدها بيطلع الصاروخ ناحية الجزيرة. وساعتها الفراخ اللي على السطح بيشوفوا إن جوليوس راجع تاني فبيتضايقوا وبيفتكروا إنه راجع عشان ينتقم منه على اللي عملوه فيه وياكلهم. فبيبدأوا يتجمعوا حوالين الإنسان الآلي ويفكروا في خطة عشان يدمروه. وأول لما بيبدأ جوليوس يتحرك بيطلعوا كلهم يجروا وبيكونوا خايفين، لكن في منهم 3 من الفراخ بيكونوا شجعان ورافضين إنهم يخافوا. فبيقرروا إنهم يهاجموا جوليوس والإنسان الآلي وبيفضلوا يضربوا فيه لحد لما بيبعدوه عنهم وبيوصل للمكان اللي فيه شجر جوز الهند والكابوريا اللي بتحدف جوز الهند من فوق دي. وجوليوس بيطلب منها المساعدة وبيقول لها انه عايز يروح للمكان اللي فيه بوب عشان ينقذه، والكابوريا بتبدأ تحركه في الاتجاه بتاع بوب. والفراخ لما بتشوفه بيتحرك تاني بتفضل تطارده وبتقوله انه اكيد هينتقم منهم. والناحية التانية بنشوف ان بوب قرر يزق الصناديق بنفسه ويحركها، واللي ساعده ان الصناديق كان ليها عجلات من تحت واتحركت معاه بسهولة، وبيكون في اكتر من صندوق فبيقدر يفك الحاجز بتاع المية عشان يخلي الصناديق تفضي المية في بعض ويجمع البيض كله في صندوق واحد. وبيفضل يحرك فيهم عشان يخرج بيهم بره البيت لحد لما بيتفاجئ ان الولدين جايين عشان ياخدوا البيت من ورا القائد بتاعهم ويبيعوه. وبيطلبوا من بعض ان محدش يقول له عشان لو عرف هيعاقبهم هما الاتنين. لكنهم بيتفاجئوا انهم بيدخلوا بيلاقوا الصناديق مش موجوده فيها اي حاجه، ولما بيبصوا ناحيه الباب بيكون بوب بيحرك الصناديق ناحيه الباب وخارج بيها بره. فبيجروا هما الاتنين عليه، لكن بوب بيقفل الباب وبيقفل الترباس بتاعه من بره. بنروح بعد كده لجوليوس واللي بيكون مستخبي في مستنقع من الفراخ، وبعد ما بيتأكد انهم مشوا بيخرج وبيتكلم مع الكابوريا عشان تقوله على مكان بوب. لكن الكابوريا بتطلب منه خدمة في المقابل وبترسم على ازاز الانسان الآلي انها عايزة مساعدته انه ينزل لها كل ثمرات جوز الهند اللي على الشجر من فوق. وفعلا بيوافق جوليوس وبيروح يساعدها. وساعتها الفراخ بتشوفه وبتعرف انه رجع تاني فبيقولوا له انه خطر، عشان كده بيحبسوه في شبكة وبيكتفوه. وبعد ما بينجحوا انهم يكتفوه بيفضلوا يسألوا بعض ممكن يعملوا بيه ايه، لحد لما بيتفقوا على رأي انهم يودوه عند الشيف ويخلصوا منه هناك. والشيف ده اللي هو القائد بتاع الولدين اللي كانوا سارقين البيض بتاع بوب. وفي الوقت ده بنشوف ان بوب لسه بيزق الصناديق لحد لما بيقرب يوصل للميه، لكنه بيحس انه خلاص تعب ومش قادر يكمل. لكن فجأة بيحس ان في حد بيساعده بيشد معاه الصندوق من الناحية التانية، ولما بيبص بيلاقيها ميرتل هي اللي جاية عشان تساعده. واوكتو مستنيهم في المية وبيساعدهم هو كمان. وفي الوقت ده بيكون الفراخ فعلا نفذوا اللي قالوا عليه وفضلوا يزقوا جوليوس لحد لما وصل عند الشيف. وهناك الشيف كان عمال يتخانق مع الولدين ويقول لهم انتوا هتدفعوا تمن ان البيض السمك اختفى، لحد لما بيشوفوا قدامه جوليوس وبيقول ان التعويض جاله خلاص ومش عايز حاجة تانية. وبيفضل يتخيل ان المطعم بتاعه هيبقى مشهور بسبب جوليوس، وبيقول للولدين يحافظوا عليه بحياتهم بدل ما يخلص عليهم. بنشوف بعد كده بوب وميرتل واوكتو وهم مبسوطين انهم اخيرا يتجمعوا مع بعض،
وبوب بيقول لهم إنه مش مصدق المغامرة اللي عملها دي وإنه مستني لما يروح عشان يقابل جوليوس ويحكي له كل حاجة. لكن أوكتو بيعرفوا إن جوليوس كان هنا على الجزيرة عشان ينقذ، واحنا دلوقتي مش لاقيينه. وساعتها بتظهر الكابوريا وبيفضل يشاور لهم على البيت بتاع الشيف وبيقول لهم ان جوليوس هناك. وعلى طول بيرجع بوب والكابوريا تاني على الجزيرة وبيخبطوا في الفراخ بالصدفة، وبوب بيعتذر لهم وبيعرفهم انه جاي عشان ينقذ صديقه جوليوس، وبيقول لهم انه مش مجرد صديق ليه، ده يعتبر العيلة بتاعته كلها. فبيقول له واحد من الفراخ ان ده كان جاي عشان ياكلنا، لكن بوب بيقول له انه جاي عشان ينقذني انا، مش عشان ياكلكم ولا حاجه. وساعتها الفراخ بيحسوا بالذنب وبيقرروا انهم لازم يساعدوا جوليوس ويخرجوه من اللي هو فيه ده. وفعلا بيتحركوا على بيت الشيف وبيشوفوا ان في ولدين نايمين، فبيتسحبوا لحد لما بيقدروا يدخلوا جوه عند الانسان الآلي بتاع جوليوس، واللي بيكون مربوط بالحبال من كل حته. وجوليوس اول لما بيشوف بوب بيفرح جدا، لكنه بيتخض لما بيشوف معاه الفراخ. بس بوب بيعرفه انهم جايين يساعدوه يخرج من هنا. وعلى طول بتبدأ الكابوريا تقطع في الحبال واحد ورا تاني لحد لما واحد منهم بيخبط في صورة على الحيطة وبتقع، وبتصحي الولدين وبيقوموا بسرعة عشان يمسكوا جوليوس. لكن جوليوس بيقدر يقوم من مكانه وبيشوف الشيف جاي في وشه ومعاه سهم حديد كبير وعايز يضربه بيه، لكن الفراخ والكابوريا بيساعدوا جوليوس وبيخلوه يهرب. وفي نفس الوقت ده بنشوف في المحيط ان اسماك الظلام استغلوا ان جوليوس مش موجود وخرجوا يهاجموا كل السمك، وبيفضل اوكتو وميرتل يحاربوا فيهم ويحاولوا انهم يقاوموا على قد ما يقدروا. وحتى سبين بيحس بالذنب بيقرر انه يساعد ميرتل، واوكتو بيقول لهم انه جه في دماغه فكره وهيروح ينفذها على ما هم يشغلوا السمك ده اكبر وقت ممكن. بعد كده بنرجع لجوليوس مرة تانية وهو بيجري على الشط وبيجري وراه الشيف بالموتوسيكل بتاعه، وبتحصل بينهم مطاردة كبيرة جدا، وبيتدخل كل الكابوريا والفراخ عشان يساعدوا جوليوس ويسمحوا ليه انه يهرب ويرجع المايه تاني. ويفضل جوليوس يجري لحد لما بيخبط فيهم الشيف بالموتوسيكل وبيوقعهم على الارض، وبيروح يربط الانسان الآلي بالجنازير. وساعتها بيظهر كل الحيوانات التانيين وبيكونوا مستعدين عشان يهاجموا الشيف. لكن فجأة بيتفاجئوا ان بوب في ايد الشيف وبيهددهم انهم لو قربوا خطوة كمان هيخلص عليه. وطبعا كلهم بيرجعوا لورا عشان يحموا بوب ويحافظوا عليه. بعد كده بنروح لاوكتو وبنشوف الخطة بتاعته عبارة عن ايه، وهي انه اكتشف ان الكائنات دي بتتغذى على المخلفات بتاعة المصنع اللي جاية عن طريق المواسير. فبينزل على المية وبيجيب قنابل قديمة وبيحطها في الفتحات بتاعة المواسير بتاعة المصنع دي، وبيكون سبين بيساعده. وهما الاتنين بيشوفوا ان جوليوس بيجري ورا الشيف على الشط، والشيف بيفضل يجري بالموتوسيكل وبيخبط في كل حاجة اللي على الشط لحد ما بيطير من ايده بوب، والموتوسيكل بيفضل يجري بيه وهو مش عارف يتحكم فيه، فبيطير منه وبيروح ناحية المصنع وبيخبط في القنبلة وبيعمل انفجار كبير جدا. لكن الشيف بيخرج منه سليم، بس بيتفاجئ برجال الشرطة جايين يقبضوا عليه هو والولدين اللي معاه. بعد كده بيرجع كل السمك للمية مرة تانية، وجوليوس بيقدر انه يقضي على كل سمك الظلام وهم بيتراجعوا كده كده لما بيشوفوه. ومن وقتها بيعيش جوليوس وبوب وكل الاسماك مبسوطين بعد ما بوب قدر يرجع ولاده ويفضلوا معاه على طول. وبيخلص الفيلم بتاعنا على كده.